دايما القرب من ربنا هو النجاة، والبعد عنه هلاك. وده اللي هتفهموه من قصتي. أنا أحمد، عندي 29 سنة، متخرج من كلية التجارة. ومن صغري وأنا حلمي إني أساعد أسرتي الفقيرة وأعيشهم في مستوى كويس. ورغم إني كنت شغال بشهادتي في منصب إداري، إلا إني مرتبي الصغير دفعني للسفر للخارج. حتى ولو كنت هشتغل هناك أي حاجة، بس أهم حاجة إنه يكون شغل حلال. وصاحب عمري كريم ساكن معايا في نفس المنطقة، وكمان شبه ظروفي في كل حاجة، ونفس تعليمي كمان. بس الفرق بينا إنه كان قاعد من غير شغل، مستني الشغل اللي يغنيه. وكمان هو خاطب بنت جميلة وطيبة قوي من نفس منطقتنا. وفي يوم لقيت صاحبي كريم بيقولي: أنا عارف يا أحمد إنك عندك استعداد للسفر، وأنا أعرف واحد هناك في أمريكا هيساعدنا. وبالنسبة للفلوس، أنا بعت دهب أمي على حبة الفلوس اللي أنت محوشهم، ونقدر نسافر. بس خلي بالك، إحنا هناك مش هنشتغل في مجالنا، إحنا هنشتغل في مطعم. في السفر يا أحمد عامة مش مهم المظاهر بقى والكلام ده، أهم حاجة الفلوس. أنا موافق يا كريم على كلامك كله، وأنا معاك، لأني حابب إني أرفع من مستوى أسرتي، وهي هتبقى فترة مؤقتة، أعمل قرشين كويسين وبعدين أرجع بلدي وأستقر فيها، وأرجع أشتغل في مجالي تاني. طيب وخطيبتك أميرة، هتعمل معاها إيه؟ دي صابرة على ظروفك بقالها 4 سنين، وإنت كمان جاي تسافر وتسيبها؟ مش حرام كده؟ ما هي أميرة بتحبني وأنا بحبها، والمفروض إنها تستحمل ظروفي، وإلا بقى لو مش عاجبها يبقى تعمل اللي هي عايزاه. أنا هسافر يعني هسافر. وجه يوم السفر، وإحنا واقفين في المطار قلت لكريم: شايف يا كريم، إحنا خلاص على أبواب بداية جديدة، ربنا يجعلها خير إن شاء الله. أنا متحمس أوي يا أحمد، إحنا رايحين أمريكا أرض الفرص بقى، ده إحنا هنكسر الدنيا هناك. ولما وصلنا أمريكا أجرنا شقة صغيرة في حي بسيط، عشت فيها أنا وكريم، وبدأنا شغلنا في المطعم. وفي يوم أثناء شغلنا في المطعم لقيت كريم بيقولي: بقول لك يا أحمد، مدير المطعم طلب منا اشتغل أثناء الفترة المسائية، بس طبعا المرتب هيزيد، وإحنا أولى بقى بالزيادة دي. طبعا هنقدم بقى مشروبات كحولية. هو أنت يا كريم جاي هنا عشان تنسى دينك والتربية اللي اتربينا عليها؟ أنا أشتغل في المطعم ماشي، لكن أقدم مشروبات كحولية أبدا، ما أقدرش أعمل كده، حتى لو كان هيديني كنوز الدنيا. في إيه يا أحمد؟ إحنا جايين هنا علشان نعمل قرشين كويسين، وكمان بالمرة نعيش ونتبسط، مش عشان نفضل عايشين زي ما كنا في بلادنا. وبعد شهور لقيت كريم بيقولي: ركز معايا يا أحمد، دلوقتي مدير المطعم عرض عليا عرض حلو أوي، وهو إننا نمسك منصب إداري، بس بشرط إننا نقدم شوية تنازلات. يعني من خلال منصبك الإداري ده نقدر إن إحنا نمضي ونوافق على منتجات غذائية، يعني هي قربت تنتهي صلاحيتها، ونصدرها لبلاد تانية. وبعدين أنا عارف يا أحمد إنك نفسك تمسك منصب إداري في شغلك، ولا إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده يا كريم؟ أنت متخيل إني ممكن أوافق على الكلام ده؟ وبعدين إيه اللي حصل لك يا كريم؟ ليه أول ما جيت هنا اتغيرت قوي بالشكل ده، وبعدت عن دينك وعن أوامر ربنا؟ ده حتى الصلاة ما بقتش أشوفك بتصلي خالص. خلاص بقى يا أحمد، الفلوس أهم من أي حاجة أصلا. آسف، مش هشارك في حاجة حرام. وبعد سنين لاحظت على كريم صاحبي تغيير ملحوظ قوي، بدأ إنه يدخل استثمارات مشبوهة مع مجموعة تجار أغنياء، وكسب مبالغ كبيرة جدا، لدرجة ساب الشقة الصغيرة اللي كنا مأجرينها مع بعض، واشترى لنفسه فيلا جديدة في حي الأغنياء بلوس أنجلوس. وفي يوم رحت له فيلته وقلت له: يا كريم، أنا جاية أتكلم معاك دلوقتي لأنك صاحب عمري، وما تهونش عليا. يا كريم، الفلوس دي ما فيهاش بركة، والناس دي مش هينفعوك لما تقع. أنت شكلك كده خايف من النجاح بتاعي، دي حياتي وأنا حر فيها. وبعدين ما تنساش يا أحمد إن أنا اللي مصفرك، وكمان أنا اللي مشارك بالمبلغ الأكبر عشان نقدر نسافر، ولا نسيت؟ أي فلوس عايزها مني أنا هديها لك، وأنا مش غيران منك ولا حاجة، أنا بس خايفة عليك من نفسك. ومرت 3 سنين وأنا كنت بشتغل بكل اجتهاد وأبعت فلوس لأهلي، لكن للأسف كريم نسى أهله ونسى خطيبته، وتقريبا مبقاش يكلمهم خالص،
وعشان أمي كانت جارة وصاحبة أم كريم زارت أمي وقالت لها: هو أحمد لما بيكلمك بيقولك حاجة عن ابني كريم؟ أنا بس عايزة أطمن عليه، وكمان كنت عايزاه يبعتلي فلوس، ده كان بايع دهبي كله. طيب أنا أعيش إزاي دلوقتي؟ وكان بيبعتلي فلوس أول سنة من سفره، ودلوقتي قطع، مش عارفة ليه. بالله عليك يا أم أحمد، لما أحمد يكلمك خليه يكلم كريم ويقول له أمك محتاجالك. ما تقلقيش يا ام كريم، اكيد في حاجة معاه في الشغل الفترة دي، وهيرجع يكلمك ويبعتلك فلوس تاني، وانا برضو هكلم احمد عشان تطمني بس. وكمان لقيت أميرة خطيبة كريم بتتصل بيا وبتقولي: أنا آسفة يا أحمد على الإزعاج، بس مش لاقية حد يساعدني غيرك. كريم بقاله مدة كبيرة جدا مش بيكلمني ولا بيقولي أخباره، وما كانش ده اتفقنا. ده كان قايل لي قبل سفره إنه بعد سنتين بس من شغله هناك هيرجع ونتجوز على طول. أنا بجد مش عارفة أعمل إيه، ولما سألت مامته عنه لقيتها هي كمان مش عارفة عنه حاجة، وكريم مش بيكلمها. وعشان كده رحت أكلم كريم، ولما رحت فيلته صدمني لما شفته عامل في بيته حفلة ضخمة وكل الموجودين سكارى وفي وضع مش محترم. رحت وأخدته من إيده بالعافية، وأخدته بعيد عن دوشة الحفلة وقلت له: أنت يا كريم من ساعة ما جيت أمريكا وأنت عمال تصدمني فيك أكتر وأكتر. مش أنت لأ صاحب عمري اللي عرفته. على العموم مش ده موضوعنا. أنا جاي دلوقتي عشان خاطر أمك اللي أنت نسيتها وما بقتش تسأل فيها. ليه بتعمل معاها كده؟ هو ده جزائها إنها عطتك ذهبها وضحت عشانك وعشان مستقبلك؟ تقوم أنت مضيع نفسك وكمان تنساها وتوجع قلبها عليك؟ ومش كده وبس، وخطيبتك أميرة اللي بقالها 6 سنين معاك نسيتها هي كمان؟ أنا عايز أخد منك رد عشان أوصله ليهم. بالنسبة لأمي ماشي ماشي، هي عايزة فلوس هبعت لها. أما أميرة هي لسه بقى فاكراني؟ لا خلاص بقى، قولها هي ما بقتش تليق بمستوايا دلوقتي، وبعدين أنا حبيت العيشة هنا وهستقر وهتجوز هنا. يعني ده آخر كلام عندك؟ أنت مش عايز أميرة أوصل لها الكلام ده؟ أيوة، وصل كلامي، قولها شوفي حياتك، كريم مش عايزك. وفي يوم بالليل كان كريم قاعد في بيته بيتفرج على التلفزيون، لقى خبر عن اندلاع حريق ضخمة في حي لوس أنجلوس، الحي اللي هو ساكن فيه. وفي نفس الوقت سمع جاره بيصرخ ويقول: معقول؟ لأ، ده بيتي وممتلكاتي، مش هسيب حاجتي، شهاية وغربتي. ولما سمعت بالحرايق دي رحت لصاحبي كريم عشان أنقذه، ما هو صاحبي مهما كان. وفضلت أنادي عليه بس مفيش رد. يا كريم، يا كريم. ورجل الإطفاء قال لي: إحنا خلينا المكان كله من فترة كبيرة ومفيش أي حد جوه. وبعد ما طفوا الحريق لقينا جثة كريم متفحمة. حزنت جدا على صاحب عمري، وبدل ما كنت أرجع بلدي أنا وصاحبي كريم بحياة جديدة مستنيانا، رجعت بجثته. وكل اللي حصل ده يعلمنا إن البعد عن ربنا بياخد منك السلام، وحتى لو حسيت بالسلام لفترة فهو سلام مزيف. أما القرب من ربنا أمان مستمر وسعادة حقيقية. وعلى فكرة أنا حاليا متجوز أميرة وربنا كرمني بيها وعايشين مع بعض في سعادة.